بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، والله جاتني رسائل كثيرة على الواتساب يبوني أتكلم عن الصفعة اللي خذها ماكرون. يعني الموضوع عادي يا إخواني الأفاضل، والله يعني ما كنت أبي أتكلم، لكن في رسالة لابد إني أنا أوصلها. أول شيء كلب وخذ كف على وجهه، يعني شنو يعني؟ يستاهل إخواني الأفاضل، هذا العدو اللدود للإسلام والمسلمين. لكن الشيء اللي أنا لاحظته واللي فعلًا أنا قلت لكم دائمًا أحب أوجه رسايل من خلال مقاطعي، مو بتعالوا مقطع وأقول أوه يستاهل وهاي، لا 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 لا. الرسالة اللي أنا حاب أوصلها إن المسلمين إحنا للأسف، وأرجوكم يعني نريد ناخذ ونعطي في هذا الموضوع. وصلنا إلى مرحلة من الضعف ومن الانهزام، إن إنسان يضرب رئيسه كف على وجهه وإحنا نشعر بنشوة النصر، واو يستاهل، وكأنه يعني فعلا أشفى غليلنا فيه. لا أخواني، لا، إحنا المسلمين مش كذا، إحنا المسلمين أقوى من كذا. ولكن فعلا الضعف اللي إحنا وصلنا فيه صرنا نبحث عن أي شيء يبرد قلوبنا بسبب القهر اللي احنا عايشين فيه، طبعا بسبب الحكومات اللي مسيطرة على الشعوب. ولا احنا الحمد لله رب العالمين فينا الخير. والحادثة الأخيرة، الحرب على غزة، أثبتت أن لو سمح وفتحت الحدود للشعوب لهذه الدولة التي تسمى إسرائيل مسحت خلال 4-5 أيام. والله يا إخواني الأفاضل، هذه دولة من ورق. فلأن احنا يعني فعلا مقهورين على هذا الرئيس اللي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمح للكلاب الأنجاس أن يسيئون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أي إجراء. فعشان خذ كف احنا انبسطنا وفرحنا وكأنه والله يعني حررنا فلسطين. فعلا هذا موضوع لابد ان احنا نفكر فيه. فتخيلوا، انا اقول لكم تخيلوا لو فعلا احنا وقفنا وقفة رجل واحد، سحبنا جميع الدول، سحبنا السفراء، طردنا السفراء الفرنسيين، منعنا البضائع، اهلنا المسلمين في فرنسا وقفوا في مظاهرات مليونية وخلوا هذا النجس يطلع يعتذر. شوفوا كيف العزة اللي راح توصل لنا. هذا الموضوع لابد ان احنا نفكر فيه. والله يا اخواننا الافاضل، ترى الغرب ما يفكر مثلنا، لأن يعني شاب وصفع الرئيس، نعم هذا يعتبر شيء غلط بالنسبة لهم، لكن احنا لا، احنا كأن اعتبرناه انتصار وكأن يعني احنا حكمنا العالم. فهذا دليل فعلا ان احنا شعوب والله فعلا مقهورين بسبب الظلم اللي احنا عايشين فيه، وبسبب الظلم اللي احنا نشوفه من الإساءة للإسلام والإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب قتل المسلمين وتشريد أهلنا في سوريا وتشريد أهلنا في اليمن وقتل المسلمين في جميع الأماكن، ومش قادرين نسوي شيء. فعلا مقهورين، احنا شعوب مقهورة. صرنا نعتبر صفعة ولا واحد يشتم الرئيس ولا حركة بسيطة نعتبرها نصر. والله مش نصر، والله هذا الموضوع مش نصر اخواني الافاضل. لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي غليلنا بنصر حقيقي. رقم واحد ان الله سبحانه وتعالى يطهر الامه، الدعاء اللي دائما اذكركم فيه، من الطغاة والجبابرة والمتكبرين والمتجبرين. واللهم طهر الأمة من الخونة والعملاء والمنافقين والمخادعين. والله وأكررها، احنا الحمد لله رب العالمين بإذن الله المسلمين فينا الخير والقوة والعزة، ولكن محكومين من قبل شلة من المنافقين. لو سمح المجال لنا والله فعلا بإذن الله سبحانه وتعالى لا نرجع أعزاء ونحرر فلسطين ونحكم العالم مثل ما كانوا أجدادنا يحكمون العالم في السابق. أتمنى الرسالة تكون وصلت.